كنت شايف خبر كده الكابتن حمادة عبد اللطيف كان طالع في فيديو بيقول لك ايه بقى. انا وانا عندي 15 سنة كنت بلاعب الاهلي وكده وكنت بكسب عادي. والمهم يعني من الحوارات دي كلها قال لك ان الاهلي مش بيكسب من الحكام. الاهلي ادارة. الاهلي ادارة، عنده ادارة، عنده موارد فلوس، عنده حاجات كتير. بس في ماتشات كتير حاسمة، حط عليها 1000 كلمة حاسمة، الاهلي بيكسب فيها بالحكام. عشان تكون عارف في ماتشات كتير حاسمة قوي يا كابتن حمادة الاهلي بيكسب فيها بالحكام. الزمالك مش بتجامل الاهلي، الزمالك بتجامل، فاهم؟ الزمالك بتجامل لكن في حاجات معينه، لكن لو جبت الاهلي قدام الزمالك بحكام مصريين الاهلي بيتجامل. بيتجامل كتير قوي، حاجات كتير بيتجامل فيها، فاهم؟ وده اللي هو انا شفته من اول ما شجعت الكوره في 2015. ماليش دعوه بقى من زمان واللي بيحصل، لكن انا شفت ان الاهلي بيتجامل. بس مش للدرجه اللي هو ايه بقى، لا انا لازم اركز في الاهلي، الاهلي بيتجامل. لا انا لا اركز في فرقتي انا، اركز في فرقتي انا، مش معايا فلوس ومش معايا حاجه، اركز في فرقتي انا. لكن انت ما تطلعش دلوقتي يا كابتن حماده تقول لك الاهلي ومش الاهلي وبتاع ولف واندهلي والحوارات دي كلها، فاهم؟ احنا زي ما احنا اللي بنبات فيه بنصحى فيه، انت فاهم؟ فيا كابتن حماده انت رمز من رموز الزمالك، فما ينفعش تطلع تقول كده. هتقول لي بقى ايه ده، هو بيقول الحق. ماشي يا عم بيقول الحق، لكن مش في الوقت ده يطلع يقول بقى، يطلع يتكلم. اشمعنى في الوقت ده؟ عشان البلبله اللي بتحصل، انت فاهم؟ انا ما بحبش مرتضى منصور، فاهم؟ انا مش بحبه. يعني انا كواحد شخصيه بقى انت عايز تهاجمني، لا انا مش بحبه، فاهم؟ بس مرتضى منصور قال كلمه حلوه، قال لك ايه، او قال جمله حلوه: انا مش عندي حاجه اسمها رموز للنادي، ما فيش حاجه اسمها اولاد نادي. وهو صح في كده، واثبتت فعلا يا كابتن حماده اللي هو مرتضى منصور صح في الحته دي. احنا ما عندناش رموز، ولا عندنا ناس في النادي ولا كوادر. النادي ده قاعد بالمشجعين بتوعه. النادي ده اللي مقومه اقسم بالله المشجعين. ولا تقول لي بقى حد ولا لعيبه، النادي ده اللي مقومه المشجعين، فاهم؟ ما تقوليش بقى حكام والاهلي ومش الحكام والحاجات دي كلها. الاهلي بيتجامل، الزمالك بيتجامل، لكن الاهلي بيتجامل في حاجات باينه قوي، انت فاهم؟ حاجات باينه وحاجات حاسمه، فاهم؟ والماتش بتاع الست نقاط واتخصم منه، يا جماعه خلونا نسكت بقى.